السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن افضل كتب المراجعة في ثانوية عامة واللي هتفيدكم جدا ان شاء الله. معاكم شريف رضا، طالب بكلية الطب جامعة المنصورة بمجموع 95% دفعة 2023. فترة المراجعة من أهم الفترات اللي هتقابلها في ثانوية عامة، واللي لازم تكون فيها على أتم الاستعداد وتبذل أقصى جهد ممكن. حتى لو أنت ما كنتش على قدر كافي من الاهتمام طول السنة، لازم الفترة ديت تبذل فيها أقصى جهد ممكن. والفترة ديت هي اللي بتحدد إذا كان مجموعك هيبقى كويس أو هيبقى وحش بعد توفيق ربنا بإذن الله. إن شاء الله هنبدأ بمادة العربي. مادة العربي من أصعب المواد في ثانوية عامة إن لم تكن أصعبهم، لو أنت مش مهتم بيها من أول السنة ومتدرب إزاي تحل نصوص، إزاي تحل قطع قراءة متحررة، إزاي تكون مدرب نفسك على حل أسئلة النحو كويس. إن شاء الله لو أنت عملت كل ده هتكون مادة العربي مادة سهلة جدا وبسيطة إن شاء الله. أنا اشتريت كتاب الامتحان، وكان الصراحة كتاب كويس جدا. كان حوالي 15 امتحان شامل، وغير أسئلة امتحانات السنين اللي فاتت. كان كتاب كويس جدا وخفيف، يعني تحله على السريع كده. بعد ما تخلص كتاب الامتحان اشتريت كتاب الإبداع. كتاب الإبداع كويس جدا، وأفكاره مقاربة وأصعب كمان من أفكار الامتحان، بالتالي يعني احنا بنتصور أسوأ السيناريوهات. فبالتالي كتاب الإبداع كان كتاب كويس جدا وهيفيدكم إن شاء الله، وهتصدقوا كلامي وانتوا قاعدين قدام ورقة الامتحان. وإن شاء الله كل الأفكار اللي هتكون في الامتحان هتكون إن شاء الله انتوا مريتوا عليها وعلى أفكار أصعب منها بإذن الله. كتاب الإبداع خلصتهم الاتنين وكنت يعني بتحب الحل، يكون كتاب كيان. تمام. الكتب ديت كويسة جدا، وإن شاء الله هتعلي من مستواكم، وخصوصا في حل العربي، لأن العربي محتاج حل كتير جدا ولكن بفهم، مش حل وخلاص يعني. طيب ندخل على مادة الإنجليزي. مادة الإنجليزي مادة سهلة جدا، والامتحان بتاعها يعني انتوا أكيد هتحلوا امتحانات بتاعتنا وبتاعت 2021 وعشرين 22. أسهل امتحان بيكون امتحان الإنجليزي هو والفرنساوي. امتحان الإنجليزي بيكون سهل جدا، كل ما فيه هما القطعتين. كنت حافظ كلمات ومعاك حصيلة كلمات كويسة، هتدخل الامتحان الإنجليزي وما انتش خايف من أي حاجة. تمام. بالنسبة لكتب المراجعة، أنا كان معايا كتاب طول السنة، كتاب المعاصر، وجيت في آخر السنة جبت كتاب من جاينت اسمه الزتونة. الكتاب ده كان فيه حل على كل الفصول، كتاب شافي ووافي وهيفيدك إن شاء الله. وحتى المراجعات اللي على الوحدات مراجعات كويسة جدا وهتفيدك بإذن الله. حتى لو أنت مثلا جيت في آخر السنة وقبل الامتحانات بفترة ومعكش وقت أوي إن أنت تراجع، هيفيدك جدا إن أنت تراجع على السريع. طيب اشتريت بقى الامتحانات الشاملة. كان معانا المدرس بتاعنا قال لنا أنا هجيب لكم من كل كتاب 10 امتحانات، بالتالي كنا احنا معانا أفكار معظم الكتب اللي موجودة يعني. إنما أنا أحبذ لكم لو أنتوا هتشتروا كتاب مفرد تشتروا كتاب ذا بيست. كتاب كويس وأفكاره كويسة، مش صعبة ولا سهلة، هي بتعتبر أصعب من أفكار أسئلة امتحان آخر السنة، وهتفيدكم جدا. وزي ما قلت لكم امتحان الإنجليزي معتمد على كلماتك. معاك كلمات كويسة بتعرف تترجم، إن شاء الله هتقفل امتحان الإنجليزي وأنت مرتاح. طيب ندخل على مادة الفرنساوي أو الألماني. أنا كان عندي الفرنساوي. الفرنساوي مادة سهلة جدا وامتحانها أسهل بمراحل، وأسهل امتحان في ثانوية عامة. أحبذ لكم كتاب جينيال. كتاب جينيال أفكار اللي فيه كويسة، ويعتبر الامتحان ما بيطلعش منها يعني. وزي ما انتوا عارفين إن الامتحان الفرنساوي كويس طالما انت عارف القواعد ومذاكرها كويس يعني. طيب هو كتاب الجينيال أفضل كتاب لمادة الفرنساوي. طيب ندخل بعد كده على مادة الأحياء. الأحياء هي أصعب مادة في ثانوية عامة بعد العربي، وامتحانها على مدار السنين اللي فاتت بيكون أصعب امتحان في ثانوية عامة. فلازم تكون انت يعني معاك أفكار كويسة عشان ترتاح وانت داخل امتحان الأحياء وما تكونش قلقان. أنا كنت شغال طول السنة بكتاب الامتحان،
واخر السنة قلت اما اجيب كتاب الامتحان برضه هو افكاره كويسة، لكن كتاب الامتحان طلع افكاره كلها مكررة ما عدا الاسئلة اللي بتكون على الفصول. فبالتالي لو انت عرفت تصور الاسئلة اللي على الفصول من حد من زمايلك، او لو انت مثلا لقيتها بي دي اف ذاكر منها بي دي اف. طيب انما الكتاب الكويس اللي هيعلي من مستواك وهيخليك معاك افكار كويسة جدا باذن الله هو كتاب التفوق. كتاب التفوق افضل كتاب احياء مراجعة نهائية، بس لازم تكون متقبل فكرة ان انت ممكن تغلط، وهتغلط كتير طالما انت مش في الامتحان. طالما بتغلط وانت مش في الامتحان يبقى ده حاجة كويسة، لان لا قدر الله لو غلطت في الامتحان مش هتعرف تصحح لنفسك تاني. فكتاب التفوق انت هتغلط كتير لانه بتبقى الافكار بتاعته عالية، وانا بقول لك هي هتعلي من مستواك، وده بيبقى من مستوى كتاب، من مستوى اسئلة امتحان اخر السنة، لان الامتحان بيكون صعب زي ما قلت لكم. ولكن الكتاب ده لو انتم مطلعين على الافكار اللي فيه هو بيكون الامتحانات الشاملة 10 امتحانات، ولكن بيكونوا لو انت مذاكر كل الافكار بتاعتهم مش هتحتاج اي كتاب تاني. تمام. بس لازم تكونوا صابرين وانتوا بتحلوا، وكل ما تقابلكوا فكرة جديدة تحاولوا ان انتوا تحطوا مثلا جنب السؤال علامة، تكتبوه في ورقة، تكتبوه في كتاب الشرح عشان برضو وانتوا بتراجعوا تضمنوا ان انتوا تعدوا على الفكرة دي. انما هو كتاب كويس جدا وهيرفع من مستواكم اوي يعني. لو انتوا بقى بتخافوا بتقلقوا مثلا ان انتوا تغلطوا كملوا في كتاب الامتحان. هو كتاب يعني اسئلته مش صعبة ولا سهلة، بتبقى اسئلة متوسطة كده يعني، بس بتبقى فيها اسئلة مكررة كتير. ندخل على مادة الكيمياء. مادة الكيمياء امتحانها السنة اللي فاتت 2023 كان امتحان صعب جدا، واسأل أي حد مثلا من قرايبك أو أي حد هيقولك امتحان الكيمياء كان صعب جدا. ولكن لو سألت الناس اللي معاهم كتاب مندليف هيقولك الأفكار اللي كانت موجودة في في الامتحان كتاب مندليف فيه كل الأفكار دي، وأنا أضمن لكم 100% كتاب مندليف هو أفضل كتاب مراجعة نهائية أو حتى طول السنة في الحل وأفكار المسائل وتربيط المنهج، خصوصا في العضوية اللي بتحتاج منك تكون رابط أول صفحة في العضوية بآخر صفحة في العضوية. وكتاب مندليف عامل كل ده، والأسئلة بتاعته وخصوصا المسائل اللي على الباب التاني والتالت والرابع ما شاء الله كتاب شافي وافي، أنصحكم بيه. لو انتوا معاكم كتاب مندليف طول السنة اكتفوا بيه وهاتوا كتاب الامتحان، والعكس. نيجي بقى للعقدة بتاعت معظم الناس، ولكن والله العظيم هي مادة سهلة جدا، ولو انت فهمتها وكنت مع مدرس كويس و... وكنت يعني مهتم بيها من أول السنة، هي مادة الفيزياء. مادة الفيزياء مادة محترمة جدا، بس لازم تكون يعني هادي، بالك رايق كده وانت بتحلها عشان تجيب فيها درجات كويسة بإذن الله. أنا كنت معايا طول السنة كتاب الامتحان، ولكن جيت في آخر السنة جبته برضه، ولكن ندمت إن أنا جبته لأن كانت كله أسئلة مكررة، فهتضيع وقتك لو أنت جبته. إلا بقى زي ما قلت لكم برضه أسئلة الفصول اللي كانت عليه كانت أسئلة كويسة جدا، فلو عرفت برضه تصورها أو برضه هتلاقيه بي دي إف. بي دي إف بتاع كتاب الامتحان كتير، ذاكروا بي دي إف مثلا من على التابلت بتاع المدرسة، ذاكروا بي دي إف هيبقى كويس جدا وهيفيدك يعني. إنما الكتاب اللي أنصحكم بيه هو كتاب نيوتن. صياغة الأسئلة مختلفة عن كتاب الامتحان، وكتاب كويس وأفكاره كويسة. لو انتوا معاكم كتاب نيوتن طول السنة ما تجيبوش آخر السنة وهاتوا كتاب الامتحان، والعكس زي ما بقول لكم. تمام. طيب بالنسبة لمادة الجيولوجيا، مادة الجيولوجيا هي مادة حفظ، حفظ بحت. ممكن يكون فيه شوية حاجات محتاجة فهم، ولكن فهم قليل جدا مقارنة بباقي المواد. مادة حفظ حفظتها كويس جدا، وكنت مثلا متابع مع المدرس بتاعك الشرح مثلا الزيادة أو الجمل الزيادة اللي بيبقى بيزودها بالشرح، الجمل دي بتبقى كويسة جدا. مش كل شوية بقى تروح تشوف شرح على اليوتيوب، لا لازم انت اللي تكون مذاكر. لو انت مثلا ما انتش فاهم جزئية افتح هات على اليوتيوب، انما كل شوية مراجعة الباب الأول ومراجعة الباب التاني ومراجعة الكلام ده مش هيفيدك إلا لو انت مراجع وحافظ المنهج. ما تسمعش كلام أي حد يقول لك هات كتاب مش عارف كتاب إيه وكتاب إيه
الكتب دي بتبقى صعبة وغالبا بتكون معقدة. فأنت يعني إيه، خلينا في المضمون أحسن يعني. هو كتاب الامتحان. كتاب الامتحان كتاب كويس جدا، وأفكاره مقاربة لأسئلة امتحان آخر السنة، وهتفيدكم جدا بإذن الله. وكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتشتركوا في القناة. ولو احتجتوا أي استفسار، أي فيديو حابين نتكلم عنه، أنا سايب لكم لينك جروب التليجرام. اسأل أي سؤال أنت عايزه وإن شاء الله أنا هجاوبك. والسلام عليكم.